لان انت لو ما عملتش الانذار ده بعد امتناع المالك عن استلام الاجره، ساعتها يقدر يرفع عليك دعوى طرد لعدم سداد الاجره. المالك قالك مش هستلم منك ايجار وانت لازم تدفع الايجار، عشان لو ما دفعتهوش هو يقدر يرفع عليك دعوى طرد لعدم سداد الاجره. طيب انا اعمل ايه؟ الحل ان حضرتك بتروح للمحكمه، بتعمل انذار اسمه انذار عرض اجره بمبلغ الايجار بتاعك، بقيمه الايجار بتاعتك. ده شكل الانذار بسيط جدا جدا، بتكتب اسمك وعنوانك، وبتكتب اسم المالك والعنوان بتاعه اللي بتعلنه فيه، وبتكتب هنا في الموضوع العقد بتاع حضرتك، عقد الايجار، قيمه الايجار قد ايه، وانك بتقول ان انا بسلم الايجار ده للمالك. طيب انت عملت الانذار والمالك ما استلمهوش من المحكمه، كده فلوس الايجار موجوده في المحكمه، وقانونا وضعك القانوني صحيح 100%.